أنت اللي لازم تكون متأقلم عليها وأنت اللي تضبّط نَفْسك عليها. الوعي ده بقى موجود في مصر، وحاليًا التعليم في مصر بقى أحسن وأفضل، والأهالي بقت مهتمة بتعليم أبنائها بشكل أفضل. ولكن اللي بيزعّل إن في ناس كتير أوي أنا باشوفها شخصيًا، شايفة إن التعليم ده مجرّد حاجة على الهامش وما لهوش أي لازمة، وإن أنا بعقلي وبدماغي، أنا بمجرّد موهبتي وبعقلي وبتفكيري أنا هاقدر أوصل، من غير ما أدعم الموهبة والعقلية دي بتعليم صح، يفتّح لي مخي ويخلّيني آخُد بالي وعلى دراية بكل شيء حواليّا. كتير أوي دلوقتي هيكون بيتفرّج عليّا وبيقول الكلام ده أي كلام والتعليم ما لوش أي لازمة، ولكن يا صديقي اللي بيني وبينك نتايج، واللي بيوصل قدّامنا وكلّنا شايفينه، والسوشيال ميديا بقت بتورينا كل حاجة. بنشوف أمثلة ما لهاش أي لازمة وكبرت، وده رزقهم، ربنا باعت لهم رزقهم عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق إنهم اتشهروا، ولكن ركّز كويس وشوف الاستمرارية، مين فيهم بيوصل، مين فيهم بيكمّل للآخر. ممكن يتشهر شوية وييجي في أفراح وييجي في برامج وياخد شوية فلوس، ولكن مين اللي بيكمّل ويوصل ويبقى فعلًا موهوب ومشهور؟ ده اللي عنده عقلية النمو وعقلية إن هو يكبر، وده زي ما قُلت لك ما بيجيش من فراغ. لو وصلت لحد هنا في الفيديو يا صديقي، فنصيحتي ليك إنك تتعلم زي ما بتتمرن وبتلعب على موهبتك بالضبط. اتعلم إزاي تتواصل، اتعلم إزاي تتكلم، اتعلم لغة. كل ده هيدعم موهبتك صدقني وهيوصّلك، مش هيعطّلك. ونصيحتي للأهالي اللي عندها ابن في البيت، تخلّي بالها من تعليمه زي ما بتخلّي بالها من موهبته. طبعًا أنا عارف الأهالي في مصر كده مهتمة بالتعليم جدًا، 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 لدرجة إن هم ممكن يهملوا الموهبة، ولكن لو لقيت ابنك عنده موهبة وفعلًا يقدر يتطوّر منها ويقدر يوصل بيها، لازم تدعم الموهبة دي وتخلّيك وراه وتقف جنبه. زي ما بتدعمه في التعليم لازم تدعمه في موهبته. وفي النهاية كلنا بنتمنى التوفيق لابننا حمزة عبد الكريم، لعمر مرموش، وكل منتخب مصر في كأس العالم، واتمنى بقى إن هم يطلعوا لي في ألبوم كأس العالم. أشوفكم في الحلقات الجاية، يا ريت تدعمني بلايك وفولو وشير عشان تشوف أي جديد بانزّله. سلام.